طيب انتوا بتسمعوا كتير ان الاكتئاب معدي، بس انا بحبكم تفهموا مش بس تحفظوا. شوفي، لما بتعاشري الشخص ده متألم كئيب، فانت غصب عنك آلامه بتبقى جزء من مخاوفك. يعني ايه؟ لو انت اشتغلتي مع مرضى سرطان مثلا كتير وشفتيهم وبيتألموا وبيتعذبوا وبيعيطوا، هتلاقي نفسك بعد كده لو جالك شويه مغص تبقي دايما بتسالي نفسك ايه ده، هو انا ممكن تجيلي نفس الاعراض دي فيبقى عندي كذا؟ فتلاقي نفسك غصب عنك ايه، قمتي رايحه تعملي تحاليل خاصه بالسرطان. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى الام الشخص ده بقى جزء من خوفك، بقى بعبع عندك. طبيعي بتسيبي الشغل كل شويه بتقعد تستلف فلوس وبتاع، بتقعد تشتكي لك. فانت بعد كده لو مديرك زعقلك هتقعدي تخافي تبقي زيها وتشوفي اللي هي شافته من اللي هي كانت بتحكيهولك. فانت عمال يحصل ايه في دماغك؟ خزين من المخاوف عماله تكبر تكبر تكبر، مستنيه التريجر. اول بقى ما يجي التريجر يحصل ايه؟ تتحولي لكئيبه زيها، او لقلوقه زيها، او عندك مشاكل زي مشاكلها وتقعدي تتخيليها وتخافي تبقي زيها كده. عشان كده بقول لك بقى الشخص ده لا، انت لازم تعملي بينك وبينها حاجز. يعني كل ما تيجي تشتكي لك ولا تعالجي، كل ما تيجي تقول لك انا تعبانه قولي لها على فكره العلاج سهل، انا قريت عن الموضوع ولقيت ان في ناس كتير جدا اتعالجت منه وتخلصت منه نهائي. ده مش مرض عضال، ده مش فصام، ده حاجه تقدري تشتغلي عليها سواء بالشاتنج ثيرابي او سواء بالادويه لو الحاله صعبه. لكن تاخدي وتدي وتسمعي وتبقي سفنجه، انا قلت لك اهو اللي هيحصل، هتبقي ماده خام بعد كده ان اي دبانه تعدي قدامك تصيبك بقلق وتوتر واكتئاب.